طيب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم صابر. في الحقيقه الفيديو ده مهم جدا 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 جدا. احرص ان انت تتفرج على الفيديو ده من اوله لاخره. رجاء رجاء رجاء، انا سجلت الفيديو ده من شويه وحصل مشكله في المونتاج. سجلت الفيديو واكتشفت ان المايك ما بيسجلش، فلو عايز ترد لي الجميل ده وتبقى عملت حاجه اسعدتني يعني مقابل ان انا عدت التسجيل من الاول وجديد، فاتفرج على الفيديو ده من اوله لاخره. تمام؟ انا هقول حبه حاجات مهمه جدا جدا جدا، مش مجرد هطبق معاك فكره وخلاص. تمام؟ انا دايما ما ببصش لده. انت لو عايز تطبق الحاجه روح بص على السورس واعرف انت تطبق الحاجه ازاي وخلاص. انت فاهم؟ فانا في حبه حاجات في النص كده بقولها، حاسس ان هي حاجات مهمه بالنسبه لك المفروض ان انت تعرفها. فبس ده كل غرضي من الفيديوهات اللي انا بعملها يعني. طيب انا هعمل ايه في الفيديو ده؟ هتكلم عن ايه؟ عن اللوكاليزيشن. واللوكاليزيشن هي كونسبت مهم جدا جدا جدا، لازم تكون فاهمه ولازم تكون بتعرف تعمله، لان مفيش ابلكيشن انت تعمله هيخلو من اللوكاليزيشن، او ان الابلكيشن يكون بيدعم اكتر من لغه. تمام؟ بيدعم اكتر من ايه؟ من لغه. تعالى كده نشوف انا بعمل اللوكاليزيشن ازاي، او ازاي بظبط ان الابلكيشن بتاعي اللي انا بعمله يكون بيدعم اكتر من لغه والمستخدم يقدر يختار اللغه اللي هو عايزها. انا بريح نفسي خالص وبروح على الدوكيومنتيشنز الرسميه بتاعه فلاتر، بكتب في السيرش هنا فلاتر لوكاليزيشن، والتاني ريزلت طلعت لي في السيرش هخش عليها هلاقي ان دي الدوكيومنتيشنز الرسميه بتاعه فلاتر. هوفر عليك وقت كبير قوي في قراءه الدوكيومنتيشنز دي كلها. بيقول لك ببساطه ان انت عندك باكجين هتحتاج ان انت تستخدمهم عشان تطبق او تحل مشكله اللوكاليزيشن في فلاتر. اول باكج اسمها فلاتر لوكاليزيشن، وهتحتاج ان انت تستخدم معاها باكج ثانيه اسمها انتل. تمام؟ فلاتر لوكاليزيشن الباكج دي بتسبورت او بتوفر لك دعم ل 115 لغه مختلفين. لو انت دخلت على اللينك بتاعهم ده هتلاقي ان دي كل اللغات اللي ايه اللي الباكج دي بتوفرها لك، ان هي بتدعمها يعني، وتقدر ان انت تستخدمها في الابلكيشن بتاعك. تمام؟ طيب انا هعمل ايه؟ في اتنين كومنتس انت المفروض ان انت تستخدمهم عشان ايه تطبق او تضيف الباكجين دول، ويبداوا ان هم تبدا ان انت تستخدمهم عشان تظبط موضوع اللوكاليزيشن. تمام؟ دول التو كومنتس دول. تمام؟ لما انت تبدا ترن الكومنتس دي هيبدا الفايل بتاع البابس بيج دوت يامل يحصل له ابديت ويتضاف الكلام ده كله فيه. فانا هاخد الكلام ده كله بدل ما اقعد اعمل رن للكومنتس دي، هروح على البابس بيج دوت يامل بتاعي وهروح على الجزء بتاع الديبندنسيز ده، هروح شايل الجزء ده واروح حاطط الجزء الجديد اللي انا واخده كوبي. تمام؟ حطيته وهدوس كنترول اس، هيبدا ان هو يعمل فلاتر باب جيت. دلوقتي بيعمل فلاتر باب جيت، الدنيا تمام وكله تمام. طيب في اكستنشن حلوه بتسهل علينا الموضوع، واكستنشن جميله قوي قوي اسمها فلاتر انتل. تمام؟ اسمها ايه؟ فلاتر انت ممكن تسرش عليها. طيب ادي الاكستنشن الجميله بتاعت فلاتر انتل، ممكن اعمل لها ان انستول معاك وابدا ان انا اعمل ريستارت واعمل لها انستول من الاول وجديد، اكني باخد معاك البروسيس من اول وجديد. تمام؟ طيب بيقول لك هنا ان انت في كوماند انت محتاج تعمله اسمه فلاتر انتل انيشاليز. طيب هتعمل الكوماند ده ازاي؟ او الاكستنشن دي ثواني، هي بتعمل ايه الاكستنشن دي؟ هي بتوفر عليك بويلر بليت كود كتير قوي انت المفروض ان انت تكتبه بايدك، فهي بتسهل عليك وبتعمل جنريت للكلام ده. يعني بتوفر عليك في حاجات انت المفروض هتعملها مانيوال كده، لا هي هتوتوميت الموضوع ده وهتوفر لك الحاجات دي كلها بدل ما تقعد تعملها يعني من الاول وايه وجديد. طيب انا هدوس كنترول شيفت بي اختصار بي لايك بيبول يعني. تمام؟ هيظهر لي هنا انتل انيشاليز اول اوبشن، ممكن اكتب انتل كده اهو هيظهر لي الاوبشنز بتاعتها لو انا ما لقيتوش يعني. طيب فانا هدوس على طيب هي البتاع راحت. طيب ممكن ادوس كنترول شيفت بي وهاجي على فلاتر انتل انيشاليز ده وهروح دايس عليه. تمام؟ طيب انا دوست عليه وفي الحقيقه هو مش هيعمل اي حاجه خالص، لان الباكج دي او الاكستنشن دي عندي فيها مشكله. انا بصيت على الدوكيومنتيشنز بتاعت الاكستنشن يعني، بيقول لك والله لو انت عندك مشاكل في ان الاكستنشن مش شغاله يعني، او الدنيا مش تمام، في باكج انت ممكن تستخدمها اسمها انتل يوتلز. تمام؟ اسمها انتل ايه يوتلز. هروح اجيب الباكج دي واروح استخدمها في ان انا بعد ما وريتك الاكستنشن ووريتك ان هي مش شغاله عندي، ممكن تشتغل عندك. هي مش شغاله عندي وفي مشاكل وعايز اقعد ايه اشوف بقى هي مش شغاله ليه وهكذا. تمام؟ فمؤقتا هنستخدم الباكج بتاعت انتل يوتلز دي، هتسهل علينا الدنيا شويه. وبدل الكوماند بتاع فلاتر انيشاليز اللي انا كنت هعمله عن طريق الكوماند باليت يعني، هروح اخد الكوماند لاين ده اللي هو دارت ران انتل يوتلز جنريت، واروح عامل رن ليه في التيرمينال. تعالى نفتح تيرمينال جديد، نيو تيرمينال، اروح حاطط الكوماند بتاعي واروح دايس انتر. تمام؟ دايس. طيب عمل بيلد وضاف لي فولدرين جداد، واحد اسمه جنريتد وده ما يهمنيش خالص خالص خالص. اللي يهمني هو الفولدر بتاع ال 10 ان ده، ال
10 ان ده الفولدر اللي فيه الترجمات بتاعتك كلها. كل لغه من دول، كل لغه انت عايز تضيفها في الابلكيشن بتاعك، زي مثلا ان انت عندك ابلكيشن بيدعم لغه عربيه وانجليزي وفرنساوي وايطالي والماني، كل لغه من دول هتبدا ان انت تعمل لها فايل خاص بالترجمات بتاعتها. الفايل ده الاكستنشن بتاعته بتبقى .arb في الاخر، تمام؟ بيبقى بالشكل ده. طيب انا عايز اعمل فايل جديد مثلا للترجمات بتاعت اللغه العربيه، فممكن اجي اعمل نيو فايل هنا واسميه انتل كده بالشكل ده اندرسكور، وهضيف الكود اللانجوج كود بتاع اللغه اللي هو انت ممكن تلاقيه فين. ممكن لو دخلت على الدوكيومنتيشنز بتاعتهم ودخلت على السبورتد لانجوجز يعني اللي الباكج بتوفرها لك او بتسبورتها يعني، هتلاقي الاكواد بتاعت اللغات كلها زي اي اف، دي اختصار لافريكانز، تمام؟ هتلاقي عندك مثلا ايه اللغه الايطالي اي تي، هتلاقي عندك اللغه الكوري كي او، هتلاقي عندك اللغات كلها، كل اللغات ليها اللانجوج كود بتاعها، تمام؟ طيب فانا ممكن اجي، تعال نعمل رينيم لده، هكتب انتل اندرسكور اي ار اختصار لللانجوج كود بتاع العربي يعني، واقول له دوت اي ار بي في الاخر، اي ار بي بالشكل ده، تمام؟ تمام. تعال نفتح تو كيرلي براكتس هنا كده اهو عشان نبدا نضيف الترجمات بتاعتنا. بس ده كل اللي انا محتاج ان انا اعمله عشان ابدا ان انا اتعامل مع الايه، الترجمات يعني. طيب هل انا كده خلصت؟ لا لسه ما خلصتش. لو رحنا على الاكستنشن بتاعه الفلاتر انتل كده اهو، هتلاقي ان هو بيقول لك انت محتاج تضيف الجزء ده في الماتيريال اب بتاعه الابلكيشن بتاعك. طيب انا هاخد الجزء ده كوبي اللي هي لوكاليزيشن ديليجيتس الليسته دي، وهاخد السبورتد لوكالز دي اللي هي الفاليو دي بتاعتها يعني. طيب هروح على المين فايل بتاعي وهروح اشيل الكلام الكتير قوي اللي انا كنت عامله المره اللي فاتت ده، مش محتاجين الحاجات دي كلها. تعال نشيل ونريموف ده كل ده، وتعالى برضو نريموف الجزء ده كله مش محتاجينه. تعالى نعمل ستيتلس ويدجت هنا. طيب ممكن نسميها ماي اب، او لا تعال نسميها ارتستا اب، تمام؟ ارتستا اب بالشكل ده. طيب تعال ناخد البتاع دي نحطها هنا، تعال نروح على التست نحط كونتينر ولا اي حاجه كده مؤقتا يعني، احنا كده كده مش هنعمل تيست دلوقتي. طيب تعال نشيل الكونس دي وتعالى نريموف الامبورت دي مش محتاجينها، بس خلاص كده احنا تمام. طيب هنروح على الارتستا اب ده ونروح على الريتيرن بتاعه ونرجع ماتيريال اب عاديه جدا 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 ما فيهاش اي حاجه خالص. طيب في الماتيريال اب دي انا هبدا اضيف الجزء اللي الباكج بتقول لي ضيفه، اللي هو ايه؟ اللي هو اللوكاليزيشن ديليجيتس والايه والسبورتد لوكالز دي. هاخد الجزء ده كوبي كده اهو واروح على المين واروح رايح ضايف الكلام ده كله في الماتيريال اب. طيب وهدوس كنترول دوت هعمل امبورت للفايل اللي هو بتاع الجنريتد اللي هو الاس ده موجود فين؟ موجود في الجنريتد فولدر ال 10 ان دوت دارت. هعمل له امبورت بس، تمام؟ تعالى ممكن نخلي دي كونست عادي جدا جدا جدا، قشطه والدنيا تمام كده. انا ظبطت موضوع اللوكاليزيشن؟ لا لسه في اخر خطوه وهي خاصه بالاي او اس. بيقول لك انت لو عايز في سيت اب اخيره ممكن تعملها في الاي او اس، بتروح على الفولدر بتاع الاي او اس اللي هو ده الفولدر بتاع الاي او اس ده، هتروح على فولدر اسمه رانر، وبعد كده هتروح على فايل اسمه info.blist وهتبدا تضيف الكلام ده كله. طيب انا هاخد الكلام ده كوبي واروح على الفايل بتاع info.blist واروح هنا هضيف، تعالى نضيف الكلام ده كله هنا. تعالى بس نعمل ايه، نحط تاب كده، ماشي؟ طيب تعالى نشيل الكلام ده، وعايزين بدل الدي اي دي نحط اي ار، دي اللغات بتاعتنا يعني. انا لو عايز اضيف فرنساوي ممكن اخد ده كوبي كده اهو واروح حاطط سيكشن جديد واسميه مثلا اف ار او الكود بتاع اللغه بتاعتي، قشطه قشطه. طيب انا مش هضيف اف ار، احنا مش عايزين غير عربي وانجليزي بس حتى الان، قشطه قشطه. بس انا كده خلصت وظبطت موضوع اللوكاليزيشن بتاعي والدنيا تمام. طيب تعال نرن. بيعمل بيلد والبيلد فشل، فيه مشكله في الايميليتور ده، انا نفسي افهمها، نفسي افهم المشكله بتاعه الايميليتور ده ليه مش بيعمل رن على طول. طيب احنا ممكن ندستروي او نقفل نترمينيت البتاع ده. تعالى نفتح ايميليتور تاني. طيب فتحنا الايميليتور، تعالى نعمل رن. بنعمل رن دلوقتي. طيب عمل رن والدنيا تمام والابلكيشن اشتغل. تعال نجرب حوار الترجمه بتاعنا ده. طيب تعال نعمل هنا سكافولد كهوم بس كده، ويدجت كده نشوف بس اي حاجه كيو اي يعني. تعال نحط اب بار، اعمل لنا اب بار يا ابني حلو كده. طيب تعال نشيل البادي ده، احنا محتاجين اب بار بس، مش محتاجين حاجه غير الاب بار عشان نشوف الايه اللهم صل على سيدنا محمد، الترجمه يعني او الحته بتاعت الترجمه. طيب احنا عايزين نضيف كي بس كده ايه او حاجه نشوف بقى لما نترجم بقى الدنيا هتعمل ايه يعني. عايز مثلا اضيف كي اسمه نيم مثلا، والفاليو بتاعته في اللغه العربيه هتكون اسمها صابر،
صابر بالشكل ده. قشطه. تعال ناخد نفس الكي ده اهو بالظبط زي ما هو. لاحظ ان انا هاخد نفس الكي ده كده اهو، هاخد نفس الكي ده بالظبط زي ما هو هغير الفاليو بتاعته. لو انا غيرت حرف في الكي ده خلاص يعني مش هعرف اخد الفاليو بتاعته. يعني لازم النيم دي تكون هي النيم دي. ما ينفعش مثلا اجي هنا اعمل ايه ان كابيتال او مثلا ابدا باندرسكور او اعمل اي حاجه، فاهم؟ يعني لازم نفس السيس سنسيتيف يعني، تمام؟ كيس سنسيتيف، تمام؟ لازم ايه اخد نفس الليترز بالظبط. طيب انا المفروض ان انا سيفت، والمفروض ان انا عايز اوصل لكلمه نيم اللي موجوده هنا دي. هوصل لها ازاي؟ المفروض ان انا اجي اقول له اس دوت اوف الكونتكست. انا عايز اخد النيم. طبعا مش هلاقي نيم لان انا في مشكله عندي في الاكستنشن. زي ما قلنا الاكستنشن كانت بتساعدني في ان هي بتعمل جنريت لده على طول. اول لما بضيف كي وبسيف الكي بيتضاف واقدر ان انا اكسسه عن طريق الاس دوت اوف الكونتكست دي. ففي مشكله في ده دلوقتي. طيب انا هعمل ايه عشان احل المشكله دي؟ الباكج الجديده اللي احنا بنستخدمها اللي هي بتاعه انتل يوتلز دي، بيقول لك ران الكوماند ده تاني هيبدا ان هو يجنريت البتاع عليه. طيب انا عارف ان ده جزء مرهق شويه، ولكن انا موضوع الترجمه بالنسبه لي ما بحتاجش ان انا اعمله كل 5 دقائق، انت فاهم؟ يعني لا، هو انا بظبط السيت اب بتاعها في البدايه خالص، وباجي في اخر الابلكيشن خالص ببدا ان انا ايه اضيف الترجمات كلها مره واحده. يعني بقعد اكتب في اليو اي انجليزي عادي زي ما انا ماشي، وبعد كده باجي في الاخر خالص قبل البرودكشن مثلا ببدا ان انا اترجم كل حاجه واضيفها في الفايلات، وابدا ان انا اعدل بقى في اليو اي وهكذا. تمام. طيب تعال نرن البتاع ده من اول وجديد. طيب عمل رن وبيقول لي تعال ندوس دوت. طيب لو انا عايز اخد النيم طبعا مش راضي ياخد النيم. بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي اللوكال فيلد فاوند ان انتل اي ار. طيب في مشكله هنا او حاجه؟ الاي ار بيزد اون فايل نيم يعني ايه؟ طيب انا سيفت، انا مسيف والله. يعني ما كنتش مسيف كويس. طيب انا ما كنتش مسيف وعمال برن، فحصل مشكله معينه. فلما سيفت، لما دخلت هنا وعملت سيف ودخلت هنا وعملت سيف، المشكله اتحلت والدنيا تمام، وقدرت ان انا اكسس. لما اجي اقول له دوت اقدر ان انا اكسس النيم على طول. تمام. ودي طريقه مرهقه وهنشوف لها حل برضو بدون الاكستنشن يعني، وهكذا. تمام. فتعال نجرب، تعال نشوف البتاع بتاع الابلكيشن بتاعنا ده. تعال نعمل ريستارت. طيب هو طبعا جايب لي ايرور هنا، بيقول لي ان طيب الانستنس بتاع الاس ده مش لاقيه في الايه في البيرنت ان ويدجت 3. طيب ايه الكلام ده؟ انا بحاول هنا اطلع اجيب الترجمات من ويدجت موجوده فوق في الويدجت 3. يصادف ان هي تحمل نفس الكونتكست بتاعي، ودي مشكله. تقدر تبص على البلاي ليست الكامله اللي انا عاملها بتاعت البيزكس بتاعت الستيت مانجمنت، بتكلم فيها عن جزئيه الانهيرتد ويدجتس وهكذا، او ان انت تطلع في الويدجت 3 عشان تجيب داتا معينه موجوده فوق. فيصادف ان هم يحملوا نفس الكونتكست. فانا لو خدت بس الويدجت دي حطيتها في ويدجت جديده كده اهو بالشكل ده، المشكله هتتحل والدنيا هتبقى تمام وخلاص. تمام. يعني هاجي احط بس الويدجت دي كده بالشكل ده، اتحلت والدنيا تمام. اعتقد في حل برضو تاني، متهيألي في حاجه اسمها بيلدر ميثود او بيلدر ويدجت. تعال نجرب الحل ده انا وانت، ليه ما نجربوش؟ طيب البيلدر بتريتيرن، ممكن تريتيرن ده. طيب تعال نجرب الكلام ده كله. تعال نسيف. طيب المشكله اتحلت والبيلدر برضو حل لنا نفس المشكله. تمام. تعال نعمل ريستارت. البيلدر حل لنا نفس المشكله. فتقدر تستخدم اي حل من دول يعني، او انت كده كده هتحط الهوم دي بقى او الماي ويدجت دي. احنا بس بنجرب بنتست. تمام. طيب هو ليه هنا عرض لي اللغه العربيه في الاول؟ طيب ليه بدا ان هو يعرض لي اللغه العربيه؟ انا مش عارف ليه هو عرض لي اللغه العربيه في الاول. طب انا لو عملت ديستروي، ماشي، انا عايز اعمل ديستروي للابلكيشن ده، وعايز اروح على الاوبريتنج سيستم بتاعي، هروح على السيتنجز وعايز اعدل اللغه في الاوبريتنج سيستم بتاعي. طيب انا اعدل اللغه ازاي؟ ممكن اروح على اللانجوج او اللغه. طبيعي مش هكتب عربي، تعال نكتب هنا اللغه والادخال. تعال نروح على اللهم صل على سيدنا محمد اللغه. ممكن نخلي اللغه هي الانجليزي دلوقتي. طيب هو عمل ابديت، تعال نرن من اول جديد. لو عملنا رن تفتكر هتبقى عربي برضو ولا هتبقى انجليزي؟ بسم الله. طيب تعال نضيف كوما هنا ونعمل فورمات. طيب يبقى هو اوتوماتيك
لاحظ بقى ان هو اوتوماتيك لو انت ما حددتلوش لغه، وانت تقدر ان انت تحدد اللغه عن طريق الكي اللي اسمه لوكال اللي موجود في الاول ده. تقدر ان انت تبصي له اللغه بتاعتك هنا، يعني دي اللغه اللي انا عايزها. ممكن ابصي له لوكال اوبجكت كده واجي اقول له، لو بصيت على اللوكال ده هتلاقيه بياخد حاجه اسمها لانجوج كود، فانا اقدر ان انا ابصي له مثلا الاي ان، انا عايز اللغه اي ان دلوقتي او عايزها اي ار، فهتلاقي ان هي بقت صابر بالعربي، فاهم؟ فهو اوتوماتيك لو ما لقاش ان انت ضايف له ده او لقى ان اللوكال ده بنل، بيروح على حاجه اسمها بلاتفورم ديسباتشر، ودي حاجه احنا عايزين نتكلم عليها شويه. طيب ايه هو البلاتفورم ديسباتشر؟ طيب البلاتفورم ديسباتشر لو رحنا على البلاتفورم ديسباتشر، دي معلومه بس حابب ان اضيفها، وخدنا منه انستنس وعاوزنا ان احنا ناخد اللوكال كده اهو. طيب اللوكال بالشكل ده، وعايزين نعمل لوج كده اهو. تعال نعمل لوج، بسم الله. طيب تعالى نعمل كده اهو. طيب لو احنا عملنا ريستارت للابلكيشن بتاعنا، تعال نشيل اللوكال دي خالص وعملنا ريستارت كده. طيب هو يبدا يعرض لي ان اللوكال دلوقتي اي ان يو اس، تمام؟ اللغه بتاعه الاوبريتنج سيستم اللي هو اندرويد دلوقتي، او ممكن يكون اي او اس، او ممكن يكون ماك او اس، او ايا كان، يعني الحاجات اللي بتدعمها فلاتر زي فوشيا والحاجات دي كلها. كل الاوبريتنج سيستمز دي، اللغه بتاعه الاوبريتنج سيستم اللي انا شغال عليه دلوقتي هي الاي ان، هي الانجلش، تمام؟ انا ممكن ادستروي ده. تعال نروح على اللغه تاني، بدل ما هي انجليزي تعال نخليها عربي. تعال نروح نرن الابلكيشن من الاول وجديد. انا بس بوريك البلاتفورم ديسباتشر ده بيعمل ايه، تمام؟ طيب عملنا بيلد دلوقتي، المفروض ان هو هيطبع لي هنا اي ار، ان اللغه بتاعت الاوبريتنج سيستم دلوقتي هي الاي ار. طيب يعني اللوكال اللي فوق ده، اللوكال اللي فوق ده هو اللي انت بتغير منه اللغه بتاعت الابلكيشن دلوقتي. يعني كلمه لوكال اللي هي، او البروبرتي اللي اسمها لوكال دي، هي اللي بتغير منها الايه، اللوكال بتاع الابلكيشن، او اللغه بتاعه الابلكيشن اللي انت عايز تغيرها. طيب لو هي بنل، لو انا ما بصيتش حاجه لده، هو هيروح على البلاتفورم ديسباتشر ده، وهو كونه وسيط بس ما بين الفلاتر ابلكيشن والاوبريتنج سيستم. الاوبريتنج سيستم ده ايه؟ اي بلاتفورم فلاتر تقدر تشتغل عليها، زي ايه مثلا؟ زي الاندرويد، زي الاي او اس، زي الماك او اس، زي الويندوز، زي الويب، زي مثلا اللهم صل على سيدنا محمد زي الفوشيا. اي اوبريتنج سيستم فلاتر بترن عليه هيروح على الاوبريتنج سيستم ده ويعمل ليسن على التغيرات اللي بتحصل جواه. هيبدا يبعت لك ايفنتس كده كل شويه، يقول لك والله مثلا، يوفر لك، يقول لك والله الاوبريتنج سيستم اللغه بتاعته دلوقتي هي الانجليزي، او اللغه بتاعته هي العربي. الاوبريتنج سيستم ده اللي هو الاندرويد ديفايس ده، الدارك، هو السين بتاعه ايه، لايت ولا دارك؟ نفس الكلام ممكن يوفر لك برضو فكره الايه، الجرافيكس، الحاجات اللي الايه، السكرين مثلا. انت فتحت كيبورد دلوقتي، انت فاهم، فعايز تعرف تلسن على ده. برضو في حاجات كتير، يعني حته مثلا البوزيشن بتاع الموبايل بتاعك، يعني هل هو فيرتيكال كده دلوقتي ولا هوريزونتال، اللي هو البورتريه او اللاندسكيب، انت فاهم؟ فالبلاتفورم ديسباتشر هو ماسنجر كده، او وسيط ما بينك انت كفلاتر ابلكيشن وما بين الاوبريتنج سيستم. بيبدا ان هو يقول لك الاوبريتنج سيستم وضعه ايه دلوقتي. فاللوكال هنا طالما انا ما حددتش لوكال، هيبدا ان هو يروح على البلاتفورم ديسباتشر وياخد منه اللهم صل على سيدنا محمد اللغه بتاعته او اللوكال بتاعه. وبقول لك ان هنا في طريقه جديده، ممكن بدل ما تكتب اللاين ده، ممكن تاكسس نفس الحاجه دي عن طريق الويدجت بايندنج، عشان حاجه اسمها ديبندنسي ريزوليوشن. يعني انا ما سرشتش في الموضوع وحاجه ما تهمنيش، يعني فاهم؟ فممكن ناكسسه كده نفس الكلام ونعمل ريستارت، هيبدا ان هو يرجع لك نفس الفكره يعني، تمام؟ تاكسسه عن طريق الويدجت بايندنج يعني، تمام؟ تعال نعمل ريستارت، هيبدا يطبع لك برده ان السيستم دلوقتي اللغه بتاعته اي ار. طيب يعني انا اقدر اتحكم في اللغه او اغير اللغه بتاعت الابلكيشن عن طريق كلمه لوكال اللي موجوده دي، كلمه لوكال اللي موجوده دي. طيب اللوكال ده هو اوبجكت ببصيله بس اللانجوج كود بتاعتي اللي انا عايزها دلوقتي، زي ايه مثلا؟ زي الاي ار او الاي ان، تمام؟ لو انا اديته اي ان هيبدا ان هو يغير لي او يخلي لي اللغه الانجليش دلوقتي. طب لو خليته اي ار هيبدا ان هو يخلي لي اللغه الاي ار.